انت كداب ليه يا عم؟ انا جيت جنبك. انت جايب مسدس اشعه فوق بنفسجيه في اليابان بيستخدموه يكشفوا على سكنس الدهان بتاع العربيه، وجاي تضحك على الناس وتقول لهم ان انت بيبين العربيه معموله جرافين ولا لا. بس انا وريت لك على موقع ادمز هم واخدين براءه اختراع في موضوع الجرافين ده، ان هو بالكشاف ده بيبين العربيه اتعملت ولا لا اصلا، وايه اللي ما اتعملش عشان يتظبط. لا يا باشا انت كداب، مفيش الكلام ده. اوكي انت اصلا عايز تنتقد وخلاص باي شكل، واخدني خصم ليك، مع ان انت المفروض تاخد مني المعلومه وتدور عليها عشان تستفاد منها. اعتبره نقد بناء. كشركه عايزه تكبر وتقدم خدمه كويسه محترمه للعملاء، بتستهدف العملاء اللي بتفكر، العملاء اللي عايزه تاخد افضل حاجه مقابل اسعار كويسه. ما يتقالوش ده براند بتاعي باسمي، ما يتعملوش العربيه اصلا، ما تحطلوش ازازه يتعمل بيها 10 عربيات. العميل ده فعلا بيحزن. انت مش مدرك الناس بتزعل على عربياتها ازاي لما بيحصل فيها خربوش. تخيل بقى انه يروح يدفع رقم وفي الاخر ما ياخدش اللي هو مستنيه، وكمان يتأفور له في تفاصيل المنتج، الخصائص بتاعته، ويجي في الاخر هو يشوف الكلام ده ما يلاقيش حاجه منه. العربيه بتخربش عادي والشمس كلتها لان اتحط له ميه في الاخر. عميل بقى متشكك في كل حاجه. للاسف ده من سوء السوق بتاعنا. محتاجين علم شغل عشان نرجع ثقه الناس فينا وفيكم.